من اسبوعين حصل لي حاجة لطيفة قوي. كنت بتفرج على التلفزيون عادي ولقيت فيلم عظيم جدا اسمه صاحب المقام. الفيلم ده كان فيه رسالة مهمة ليا. لما اتفرجت على الفيلم ده لقيت معلومة كنت اول مرة اعرفها، ان الناس كانت بتكتب جوابات وتحط عليها طبع بوسطة وتكتب عليها العنوان والاسم وترميها جوه الضريح بتاع الامام الشافعي. في الحقيقة انا انبهرت قوي بالموضوع ده، لاني اول مرة اعرف ان في حد ممكن يعمل كده. المسيحيين بيكتبوا حاجات والمسلمين بيكتبوا حاجات على ورق وبعدين يحطوها جوه الاضرحة او جوه الرفات او جوه الايقونات بتاعتهم، لكن كانت جديده بالنسبه لي ان حد يكتب جواب ويبعته لحد. وهنا جه دور الرساله اللي جايه لي، ان انا لازم اروح ازور الامام الشافعي. في الحقيقه رغم ان انا زرت تقريبا معظم الجوامع القديمه اللي موجوده في مصر، لكن كنت عمري ما رحت الامام الشافعي. قررت ان انا هروح ازور الجامع، وكانت زياره جميله قوي. الحقيقه الطرق حواليه كلها متكسره، فانا مشيت حبه حلوين في وسط المقابر، بس هو بعت لي حد بعد ما وصلت هناك لقيت واحد قدامي فسالته، قال لي تعالي اوديكي، وخدني مشاني في وسط المقابر حوالي 10 دقايق عشان نوصل. وصلت في الجامع وما كانش ميعاد صلاه، وكانت الدنيا هاديه جدا وتقريبا ما كانش في حد غيري في المكان. قعدت اتامل بقى كل التفاصيل بتاعه الجامع، المنبر، الشبابيك، الازاز المعشق، كل حاجه في الجامع بصراحه تستاهل انك تقعد تتامل فيها وتبص. الحاجه اللي كانت غريبه قوي بالنسبه لي انه ازاي جامع بالحلاوه والجمال ده مش محطوط على الخريطه السياحيه. الجامع ده كمان اترمم بقاله 4 سنين في وجود دكتور خالد العناني لما كان وزير سياحه، والجامع في حاله ممتازه، برغم ان السقف بتاع الجامع كان حلو قوي قوي. بس رحنا الليفل تاني بقى، ليفل الوحش، وده بعد ما دخلت القبه. من القبه يا خرابي على القبه وجمالها. وانت ماشي هتوصل القبه، كل خطوه بتمشيها لازم تبص يمين وشمال فوق وتحت، لان كل حاجه فعلا، كل سنتي وكل ملي صغير معمول بمنتهى الحلاوه والحب. يمكن اكون مش ببالغ لو قلت لكم ان دي اجمل قبه شفتها في حياتي. القبه بالكامل متغطيه كلها برسومات والوان. طبعا مهما صورت التليفون او الكاميرا مش هتديها حقها. مش ممكن تتخيلوا الحلاوه والجمال. طبعا عامل الاضاءه كان مهم جدا، لانه الاضاءه في المكان اضاءه خافته نظرا للمكان محتاج خشوع، لان المكان ده فيه الضريح بتاع الامام الشافعي، في كمان الضريح بتاع الملك الكامل اللي كمل الجامع ده، وضريح اخت الملك الكامل اللي هي الاميره شمس. في الحقيقه لو هقدم نصيحه لحد هقول له لازم تروح تزور الامام الشافعي، بغض النظر ان هو قامه دينيه مهمه جدا عند المسلمين، لكن الجامع يا جماعه حلو جدا. القبة أحلى قبة أنا شفتها في حياتي في كل الجوامع الموجودة في القاهرة، بداية من أول ما دخل الإسلام مصر لغاية العصر العثماني. حاجة كده وهم، شيء خرافي. كمان أتمنى إن هو يتحط على الخريطة السياحية، لأنه فعلا يستاهل يتزار من الأجانب. ما لقيتش هناك غير أندونيسيين عشان هم على مذهب الإمام الشافعي. تابعوني عشان تشوفوا أماكن